اهلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وافضل واحسن الاحوال. انتم شوفوا روتيني لهذا اليوم. طبعا روتين هذا اليوم كلش بسيط، يوم من ايام حياتي حبيت اشاركه وياكم، ان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. طبعا بلشت الفيديو مالتي سويت مقشر للجسم. انا دائما استخدم هذه المقشرات للجسم، احسها كلش حلوه ومفيده للجسم، نفس الوقت مكوناتها متوفره بكل بيت يعني باقل التكاليف. هذا المقشر بنات يخلينا نتخلص من جلد الوزة، تصبغات هواي اشياءات يعني الواحد لون البشرة، اللي هو عبارة عن شكر او سكر. حطيتها بهذه العلبة الصغيرونة الكيوت، وضفت فوقها زيت جونسون او زيت زيتون، شنو اللي عندش متوفر ضيفي، وضفت ملعقتين نشا، وراح اضيف ملون طعام مجرد بس ما يعطيني لون. اذا عندش كعب دم الغزال حطيه. وراح اضيف اي لوشن مال جسم او مو لوشن، جل شاور. وهماتين اذا عندش لوشن تحبينه انت وتحبين عطره ضيفيهم عادي. هذه المكونات كلها بنات تخلطوها بهذه العلبة كلش زين، بحد ما يصير قوامها مثل الكريمي، قوام كلش حلو. والعطر ما اقولكم فتشي كلش طيب، لان عطر زيت جونسون والجل شاور ميكس كلش حلو. فانا راح اخلط المكونات كلش زين، واستخدم هذا المقشر على بشرتي بنات تقريبا بالاسبوع مرة، لحد ما يعني اول اسبوع مرة، ثاني كل 10 ايام مرة، لحد ما اخليه كل شهر مرة. هذا المقشر بنات والله كلش يجنن. انا دائما اسوي مقشر بزيت جوز الهند، اسوي بالقهوة، قبل فترة سويته بالكركديه. مقشر كلش حلو وطبيعي مكونات كلش حلوة. اخذ كمية بسيطة من المقشر هذا وامرر على بشرتي بحركة دائرية براحة ايدي، نهائيا ما تطلع على بشرتي كلش قوي. ليش يا بنات؟ حتى بشرتي ما تتجرح، مجرد اني اريدها يتوحد لونها وتخلص من الجلد الميت والاسمرار بالجلد الميت، وخصوصا هذه الاكواع اللي تصير بالايد وبالرجل، وحتى اوحد لون بشرتي كلها. هذا بنات من يعني مو من اول مرة او من اول استخدام تشوفين تلاحظين فرق، اقل شي فد 5-6 مرات يلا تشوفين تلاحظين يعني لون بشرتي صار كلش حلو. انا احب استخدم الليفة المغربية تقريبا كل شهرين كل شهر مرة بهذه الطريقة. الليفة المغربية بنات ما امررها على بشرتي بحركة دائرية، لا يعني اجرها سرعة واحد وارجع مرة ثانية، يطلع كمية جلد ميت رهيبة. بنات اكو بعض الاوقات هسه تقول هذا كمية وسخ، لا بنات مو كمية وسخ. جلد الميت مرات نغسل بالصابون وبالشامبو وهاي السوالف، فيصير طبقة خفيفة على الجلد. احنا ما تنشال بالصابون، ما تنشال بالليفة العادية، فبالليفة المغربية يطلع كل هاي الاشياءات المتراكمة على البشرة. ونحاول دائما نسوي اشياء بسيطة لبشرتنا لجسمنا، نغير عن نفسيتنا، وهاي الاشياء اللي نقدر نسويها بالبيت بطريقة كلش حلوة وسهلة وبسيطة. طبعا انا دائما هذه المكونات متوفرة عندي اسويها بالبيت، ما اشتري جاهز، اشتري غير شي، مثلا اشتري عطر، اشتري ماسكارات وهاي السوالف. بعد ما جهزت المقشر، اني بنات اليوم ما عندي غدا، او ما عندي غدا، ما اسوي غدا لان عندي محمي. بارحة اجاني ثواب، فغدا البارحة ححمي على اليوم. فانا شنو، قبل لا ابلش بالمقشر مالتي حطيت وجبة ملابس بالغسالة، وبعد ما كملت المقشر خلصها وصعدت شريتهم. من انا اجيت امسح الطبلية، لان الطبلية بنات انا ما استغنى عنها، عبارة عن صارت شلون الصينية بالبيت، فدائما انا حطيتها بالصالة ومستفادة منها كلش هواية. صح بعض الاوقات يجي عليها انتقادات، يقول الناس ما متطوره ويقعدون على الميز وعلى الكراسي وانتي قاعده تحطين طبليه. بينات اني ما اقدر اجيب ميز وكراسي على مساحه البيت كلش صغيره. فهنا أنا بعدها اجيت مسحت غرفتي ومسحت الصاله ومسحت غرفه البنات، وتكرمون نظفت الحمامات والبيت عندي نظيف. طبعا الغدا يقيد. هو انا شنو هسه حاليا مرتاحه لان ما عندي غدا، لان اغلب وقتنا راح يخلص بالغدا، وبين من ننظف شغله منها اجي ابو البيت ومدى نلحق نسوي مثلا وحده تعتني بنفسها. فلازم احنا نخلق لنا وقت نعتني ببشرتنا، نعتني بنفسنا، نعتني بشعرنا، والحمد لله وشكر. طبعا انا دا امسح وابوها على البنكه، حسيتها يرادلها مسحه، فقلت يلا على غير يوم امسحها. وكل يومية اسوي لي شغله مثل ما قلت لكم وانا متعودتكم، كل يومية اسوي لي شغله حتى شنو يا بنات ما اراكم الشغله علي، وبنفس الوقت ما اتعب نفسي اسوي لي فد هجمه انظف كل البيت. لا، يوم بردات، يوم انظف التخم، يوم الجو التخم، يوم ثلاجة، يوم مجمدة، يوم كاونتر، يوم كنتور، وهيجي اخلص شغل البيت بكل هدوء وبدون تعب.
وهنا أنا بعد ما كملت مسح أكيد لازم أعطر، أريد أستخدم البخور، فحسيت المعطر مال الجو حلو. هذا المعطر بنات لقيته عندنا قديم، هذا مال الجهاز، يصير إذا شايفين اكو جهاز ويحط فيه معطر، بس الجهاز ما أدري وين صفه بيتدهر، فلقيته قلت يلا خلي أستخدمه. عطر كلش طيب يعني. دائما نحاول نعطر نبخر، نحط هاي الأشياء العطرية بالبيت، تنطي عطر كلش طيب، وبنفس الوقت تحسين بنظافتك. على الرغم انه اني قطعة القماش اللي امسح بها الارضية حاطة بها شوية من الديتول، تنطي نظافة كلش حلوة. طبعا انا من عشاق الديتول كلش هواية. الحمد لله والشكر بعد ما كملت تنظيفات البيت اتغدينا، والحمد لله والشكر الله يديمها علينا من نعمة، اللهم امين يا رب العالمين. رب يطعم كل جوعان بحق محمد وآل محمد. جيت مباشرة على الغداء. طبعا مثل ما قلت لكم احنا اني طابخة قبل بيوم 8 عدس وتشريبه، فزوجي اجا وجايب ثواب وياه، يعني صديقه مسوي ثواب ما شاء الله كمية كلش زينة، يعني كفتنا وشبعنا منها. فعشان قلت يلا هذا الغدا اليوم طبخته اخلي على ثاني يوم، متحررة اني من الغدا. جيت هنا مثل ما تشوفون بالفيديو اغسل المواعين على السريع، ودائما من احس مواعين قليلة اخلص منهم، ما اريد اتماهل منهم، لان انا احس المواعين والملابس اهم. من يكون ما عندش ملابس وما عندش مواعين بالسنك، يعني ملابس وسخة، تحسين بيتك كل التنظيفات تصير سهلة. هاي بالنسبة لي أنا صراحة. فأنا بعد ما كملت المواعين ردت أغلس على الجداري، بعدين قلت لا والله هن واقعات براسي خلي أغسلهن واجلفهن على السريع، يبقى مطبخي نظيف ومرتب. وخصوصا بنات مثلا يعني شلون انا دائما اخلص كل الاشياء اللي علي، ما اخليها مثلا تتراكم علي ثاني يوم. ليش؟ بخاف تصير عندي طلعة يجيني خطار، ولو اني يعني صار يمكن فترة زينة قلت ما اهتم للقال والقلت، شوفوا هاي نظيفة، شوفوا هاي مرتبة، يجيني خطار ينتقدني، نهائيا ما اهتم. ما دام اني وعائلتي وبيتي مرتاحين ما يعني هذا كل اهتماماتي. قبل كنت اهتم يقولون خلي شوف هاي شلون نظيفة، شوف فلانة شوف. هسه حاليا نهائيا ما اهتم الآراء الناس اللي ينتقدون السلبيين. فحاليا اني شنو اريد اخذ راحة بالي وراحة عيالي، والحمد لله وشكر على كل حال. عيالي اللي ببيتي مستقرين مرتاحين، هذا كل شيء مهم. فبهالاثناء شويه قعدت ورا ما غسلت المواعين، قلت خلي شويه نباع التلفزيون، وبناتي تعاركن بيناتهم مكافش. ما اقولكم على العركه اللي بيناتهم، على هذه علبه النوتيلا اللي بيها شويه من النوتيلا، هاي تقول الي موني ويا موشة تقول الي. فانا شنو سويت حتى لا يتعاركن ولا يتزاعل المنطقة الوحدة بيناتهم؟ قلت لهم ليش ما اخذها من عندكن الي، وحدة قامت تبوع على الثانية. فقلت لهم خلي اسوي لكم اطيب بانكيك وبدون مشاكل وبدون عركات، وطعمه كلش طيب. فاتفقن وياي. هنا جت مويدة شاركني. البانكيك بنات طريقته كلش سهلة وطيبة وبسيطة، عبارة عن بيضاية وحطيت فوقها ملعقتين شكر، وحطيت فوقهم شنو بنات ملعقتين زيت، ورشة من الملح ورشة من الفانيلا، وخفقتهم كل شيء لحد ما ذاب عندي الشكر، يعني حطيت شوية صار لونه فاتح. من بعدها شنو بنات حطيت كوب من الطحين ورشة من البيكنج باودر وكوب حليب سائل، وخفقت المكونات كلش زين بحيث تختفي عندي التكتلات كلها. عادي اذا اسحق او اعتعس احنا متعودين على بعض. فهنا انا خفقته كل زين بنات لحد ما صار عندي القوام يجنن، قوامه كلش حلو. تقدرون تسوونه باي طريقه، تسوونه بانكيك كبار ميني، تسوونه مثل اسباجيتي شرايط براحتكم، يبقى كل واحد حسب ذوقه. فانا جبت هذه علبة عندي يعني ما صوصات ما هاي السوالف، فشنو فرغت الصوص او الخليط اللي سويته كله بيها، حتى شنو بناتي سهل علي من اقليهم بالطاوة، ما اتعب وبنفس الوقت ما اخرب الطباخ او انقط مثلا، ويطلع عندي البانكيك شكله مرتب. فانا اجيب الطاوة على النار، اهم شي الطاوة تكون ما تلزق، وحتى اضمن انه البانكيك ما يلزق وما يحترق امسح بطبقة كلش خفيفة من الزبدة او الزيت. انا افضل الزيت افضل. فهنا انا بديت انقط او احط كميات متساوية. طبعا بنات اني كل شيء اسويه اول مرة، مثلا اقلي كباب او كبة الفها او فلافل، حتى من اقليهم او الفهم اول وجبة او اول وحدة تطلع عندي مجعمرة او شكلها مو تمام، فثاني وجبة تطلع احلى واحلى وهكذا. فشنو بنات الطاوة اخليها على نار وسط، لا كلش هادئة ولا كلش عالية، وانتظر ثواني مجرد تيجي بسيطة يتغير عندي اللون مالتها، واحطها بصحن التقديم
تقدرون البنات تضيفون وياه فواكه، تضيفوها سادة. طبعا تجي أوقات بنات أحبها سادة، لا كاكاو لا مثلا عسل، وحدها سادة يطلع طعمها كلش طيب. أنا ما أختلف على الأسماء وما أختلف على الأشياء اللي تنضاف، أهم شي البانكيك أو الأكلة هي تكون طيبة. مراتي تجيني انتقادات، ليش تقولين تمن بسمتي أو بسمكي؟ بابا هو تمن طيب، بيش ما تقولين بامية تقولي بانية، هاي السوالف. أنا أبد ودائما أقول لكم ما أختلف على الأسماء، أهم شي الوجبة أو الأكلة تكون طيبة. فأنا كملت أو يعني راح أكمل البانكيك كله بهذه الطريقة، طريقة كلش سهلة وبسيطة، وبنات والله طعمه وريحته يستحق التجربة. اللي عندها أطفال ما ياكلون وتقدر يعني توكلهم حليب، مثلا نوتيلا بها أشياء طيبة، فواكه، فهاي الطفل راح يشجع ياكلها. مثلا حاولي تضيفي له مثلا شرائح برتقال، تفاح، موز، كيوي، والطفل هذا وحطوا وياه مثلا عصير برتقال انتي عصرته طبيعي او حليب، فالطفل راح يشجع. فدائما نحاول احنا ننوع وننكب بالاشياء، لان اني عندي موني والله كانت تتعبني بناحية الاكل، فاسوي لها هاي الاشياء، اضيف شوية فواكه فاشوفها شوية تشجع. من بعد ما كملت بنات البانكيك وخلصت من الطاوة وشوية حرارتها، رصيته بهذا الشكل وحطيته بشكله صار كلش مرتب، وضفت تقريبا نص قطعة موز بالوسط. انا جد اريد احطه بين وحدة وحدة بس قلت لا بالوسط شكله يكون احلى ومرتب. وشنو بنات عندي هاي نوتيلا كلش قليلة، فراح اسوي هيجي يعني شخبطها مثل ما نقول فوق البانكيك. وما اقول لكم بناتي كانهم بزازين وراي، قلت لهم يلا ما دام انتم تحبوها خلي اسوي لكم اياها كل يومي او بين يوم ويوم حسب المكونات المتوفرة عندنا. طبعا احنا النوتيلا دائما بناتي يحبوها ويا التوست الصبح ويا يعني بالريوق، يعني كل وحدة تاكل توستاية ونص 2 لان ويا النوتيلا. وهنا يا بنات شنو قلت خلي اذوق واقول لكم اقيم لكم اياها. الطعم كلش كلش طيب يستحق التجربه يا حبايب. انا اقدر اقول لكم وصلت لنهايه الفيديو، اتمنى لكم مشاهده ممتعه ودمتم في حفظ الرحمن. مع الف سلامه.